تعالوا اقول لكم ازاي نعمل بانكيك طري جدا وهش جدا من جوه وما يطلعش معاكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده مخرم وفيه فتحات. لا، هقول لكم ازاي تسووه ويطلع معاكم زي اللي انتوا شايفينه ده، تحفه وخطير زي اللي انتوا بتشوفوه بالظبط في الصور على النت، وبيبقى بنفس الشكل من الناحيتين مش من ناحية واحدة. وهقول لكم طريقة التسوية الصح اللي تطلعوا معاكم هش من جوه وفلافي زي الغيمة بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين من جوه عامل ازاي؟ زي اقول لكم طعمه خطير، انتوا ممكن تاكلوه كده لوحده. هقول لكم كمان ازاي نعمله اشكال عشان الولاد الصغيرين، وكمان نرسم عليه ازاي. تعالوا بقى على طول هقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجه هنجيب منخل او مصفى، هنحط فيها كوبايتين دقيق من الكوبايات المعياريه، هنحط بيضتين، هنحتاج بيضتين، وهنحتاج علبه زبادي اللي هي الصغيره، وكوبايه لبن او كوبايه ونص لبن وما نستخدمش الزبادي، او نستخدم 3 علب زبادي وما نستخدمش لبن خالص. وهحتاج كمان ربع كوبايه من الزيت، كل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. هحتاج كمان ربع كوبايه من الزيت، ويبقى زيت ذرة او زيت عباد عشان الطعم يبقى حلو. 3 معالق من المعالق المعياريه من السكر، وهحتاج سكر عادي مش سكر باودر خالص، ماشي. هنحتاج كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الفانيليا. هنحط البيضتين على الفانيليا والسكر ونضربهم كويس قوي لغايه ما يبقى لونهم يبقى افتح معايا والقوام يتخلط معايا كويس. بعد كده هنزل عليهم علبه الزبادي، وبعدين هنزل اللبن والزيت زي ما انتم شايفين كده واخلطهم تاني كويس. احط بقى البيكنج باودر ورشه ملح على الدقيق بتاعنا، وابدا ان انا انخله شويه بشويه، ما نزلش كل كميه الدقيق مره واحده، لا انا بضرب وانا بنزل شويه من الدقيق، انزل شويه من الدقيق وبعدين اضرب تاني. ممكن بمضرب يدوي مش لازم مضرب كهرباء، بس عشان لو عايزين تسرعوا الموضوع على نفسكم اعملوه بالمضرب الكهرباء. بعد ما خلصت كمية الدقيق عندي، عايزة اوريكم القوام بتاعها. بيبقى القوام عامل كده، مش خفيف قوي ومش تقيل، بيبقى القوام كده بالظبط. ببدأ ان انا احطه في اللي هي السكويز بوتل او اللي هي العلبة بتاعة الصوصات دي، عشان بتسهل عليا قوي التحكم في حجم البانكيك وكمان الكمية اللي بتنزل. اول غلطة بقى بتغلطوها ان انتوا بتدهنوا الطاسة زيت، ده مش عايز اي زيت، البانكيك ما بيحتاجش اي زيت ولا مسحة خفيفة للطاسة ولا كل الكلام ده. الطاسة تبقى تيفال ما بتلزقش وسخنة على درجة حرارة وسط، وننزل عليها البانكيك زي ما انتم شايفين كده. ما بستناش لغاية ما تعمل خروم واضحة وصريحة على الوش، ده اللي بيخليها تطلع مخرمة معايا زي ما انتم شايفين من تحت، مخرمه اهي من تحت وشكلها مش حلو خالص، وما بتبقاش طبعا هشه من جوه. احنا مش بنعمل قطايف، احنا بنعمل بانكيك. الطريقه الصح بقى ان احنا بنجيب طاسه تيفال او حاجه تيفال ما بتلزقش، ونبدا ننزل عليها الخليط من غير زيت ومن غير اي مواد دهنيه، طاسه فاضيه ما فيهاش اي حاجه. ابدا اعرف ان انا هقلبها امتى؟ اول ما تبدا تعمل فقاعات خفيفه خالص، مش خروم، لا فقاعات، اقوم قلبها الناحيه التانية على طول. في الحاله دي بتطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وشها زي ظهرها بالظبط. هوريكم هنا واحده تانية، شايفين؟ عايزه اقول لكم مفيش اسهل من كده. اول بس ما تعمل فقاعات خفيفه قوم قلب على طول. وطبعا لازم الاسباتيولا حاجه تبقى طريه وناعمه عشان نقلب بيها. ممكن تعملوها كمان ميني بانكيكس، وعايزه اقول لكم دي من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها للبانكيكس. هنا شايفين؟ عايزه اوريكم، بس هي كانت سخنه جدا بس حبيت اوريكم قد ايه هشه وطريه من جوه. عايزه اقول لكم وشها زي ظهرها، مفيش اي فرق، مفيش اي فرق. هوريكم قد ايه هي زي الغيمه بالظبط من جوه. شايفين؟ تحفة تحفة تحفة. وعايزه اقول لكم كمان الخليط بتاع البانكيك ده ممكن نحطه في التلاجة، يعني احنا لو عملنا كميه، انا بعمل كميه وبيفضل عندي حوالي 4 ايام ل5 ايام في التلاجة ما بيجرالوش حاجه. العجينه نفسها، الخليط بتاع البانكيك نفسه بحطه في الازازه دي واحطه في التلاجة. كل يوم الصبح لما احب اعمل بانكيك اطلع واعمل على طول في الطاسه، ما بتاخدش اي وقت. هنا بقى كنت برسم على البانكيك اللي على شكل دبدوب عشان يبقى شكله دبدوب فعلا، وهنا حطيت عليها صوص شوكولاته وصوص فراوله. وعايزه اقول لكم بالهنا والشفا. ساعات كمان بقى بعملها بالموز والشوكولاته، وعايزه اقول لكم دي المفضله بالنسبه لي وبالنسبه للولاد. واللي بيحب البانكيك هيبقى عارف ميكس الشوكولاته مع الموز مع البانكيك بيبقى عامل ازاي. بحط نفس الحكايه، جبت صينيه اكبر بس عشان اعمل كميه بسرعه، كميه اكتر. وبدات ان انا حطيت البانكيك بتاعي، حطيت شرايح موز في النص كده، شريحتين 3 على قد حجم البانكيك اللي انتوا هتعملوه. وحطيت كمان مكعبات شوكولاته صغيره او اللي هي الشوكولات شيبس الصغيره خالص. وبس
بعد كده بحط الكمية كلها، بخلص الكمية كلها. كل ده طبعا بنشتغل بسرعة يعني عشان ما يبقاش في حاجة مستوية وحاجة ما تستويش، فاهمين قصدي؟ وبعدين بجيب الخليط بتاع البانكيك، احاول اغطي على قد ما اقدر كده الموز والشوكولاتة، حاجات بسيطة كده بس بالخليط بتاعي. عشان كده انا بقول لكم السكويز بوتل دي او الازازة بتاعت الصوصات دي بتبقى مفيدة قوي عشان بقدر اتحكم براحتي في اللي انا عايزاه في الكميات اللي بتنزل. وبعد كده اول ما تبدأ تعمل فقاعات برضو هقوم هوب قلبها على الناحية التانية، وزي ما انتوا شايفين كده بتطلع خطيرة خطيرة. عايزة اقول لكم بتطلع ريحتها وطعمها رهيب بجد بجد، من احلى البانكيكس اللي ممكن تجربوها، اللي هي الميكس بتاع الموز والشوكولاتة. انا ما حبيتش ابدأ لكم بيها عشان ايه؟ اللي ما عندوش اوبشن ان هو يحط موز او شوكولاتة ما يحطهاش. احنا بنعمل بانكيك عادية خالص ونحط عليها بقى سكر بودرة، عسل ابيض، ميبل سيرب، شوكولاتة، صوص شوكولات، صوص شوكولاتة او صوص فراولة، اللي انتوا عايزينه. اي حاجة، اي ميكس عادي. عايزة اقول لكم بتتاكل حاف، والله بياكلوها حاف من كتر حلاوتها وطعامتها. هنا بعمل كمية تانية عشان اوريكم بقى وافتحها لكم من جوه، اوريكم اللي هي بتبقى بالشوكولاتة، قطع الشوكولاتة دي بتبقى حلوة قوي من جوه ازاي. الشوكولاتة بتبقى سايحة مع طعم الموز وهو متكرمل سنة كده مع طعم اصلا العجينة بتاعة البانكيك. مش قادرة اقول لكم ميكس رهيب. طبعا لما تخلوا الولاد يساعدوكوا ويعملوا معاكوا، عايزه اقولكوا دي بتفرق قوي معاهم، وبيفتكروا كل اللحظات اللي بتبقى حلوه معاكوا وهم بيعملوا معاكوا حاجه، وما بتتنسيش بجد بجد، دي حاجات ما بتتنسيش. هنا برضو زي ما قلتلكوا هحط برضو الخليط على الوش، عشان انا لو قلبتها دلوقتي حالا هتلاقوا ان الشوكولاته تلزق وتسيح في الصينيه، وهتلاقوا الموز نفس الكلام هيلزق في الصينيه. حتى لو هي صينيه ما بتلزقش عادي جدا هيلزق فيها وهيطلع من البانكيك. فلازم نغطي شوية بالخليط كده اللي هو بتاع البانكيك ده قبل ما نبدأ نقلبها عشان يعمل عازل. هنا عايزة اوريكم اهو اللي بالشوكولاتة، شايفين منظر من قدام زي من ورا زي من كل حاجة، وشها زي ظهرها زي كل حاجة. شايفين الشوكولاتة سايحة وطعمها رهيب بجد بجد خطيرة. هنا ما تطولوش عليها عشان ما تتحرقش منكم، وعادي جدا الحوادث بتحصل عادي، مفيش مشكله. ما تهزوهاش وما تقلبوهاش. عايزه اقول لكم اول ما تستوي هتلاقوها تفك من الطاسه، يعني الحتت اللي طلعت منها دي ما تقولوش لا ده باظت وما اعرفش ايه. عايزه اقول لكم هتطلع من الطاسه بسهوله جدا. باكد عليكم تاني الطاسه ما بتدهنش حاجه يا جماعه خالص. اخر حاجه بقى عشان نقفل الفيديو، طريقه الحفظ. احنا ممكن نعمل كميه من البانكيكس، انا بعمل ساعات كميه واحطها في التلاجة تقعد معايا اسبوع في التلاجة، او لو عايزين تعملوا كمية بتحطوها في الفريزر تقعد معاكم ممكن لغاية 3 اسابيع كمان. بس يعني انا بفضل ان احنا نعمل كمية حاجة بسيطة بكام يوم بكام يوم كده احسن. او زي ما قلت لكم نعين الخليط في ازازة في التلاجة يقعد معايا 4 ايام ل5 ايام، وبعمل فريش كل يوم، بتبقى طعمها خطير وريحة البيت تهبل.